السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أصدقائي، نرحب بكم في قناتنا حيث نستكشف تاريخ كرة القدم في المغرب. في هذا الفيديو سنتحدث عن تأسيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم الفوريماف، ونستعرض الأحداث الرئيسية في السنوات الأولى لتأسيسه. هيا بنا نبدأ. تأسيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم في 9 مارس عام 1955 تأسست الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم الفوريماف. تأسيس هذه الهيئة كان خطوة هامة في تطور كرة القدم في المغرب وتنظيمها بشكل مهني. تم تأسيس الاتحاد موجب المرسوم الملكي رقم من 166 إلى 55 الصادر عن الملك محمد الخامس. تم تكليف الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم بمهمة تطوير وتنظيم كرة القدم في المغرب. كانت من بين أهدافه الرئيسية تطوير المنتخبات الوطنية المغربية وتنظيم البطولات والدوريات المحلية وتطبيق قواعد اللعبة الدولية في البلاد. وكانت الهيئة ملتزمة بتعزيز روح اللعب النظيف والانضباط الرياضي في البلاد. وبعد تأسيسه، بدأ الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم بالعمل على تطوير الرياضة في المغرب. تم بناء الملاعب وتحسين المرافق الرياضية، مما ساهم في تعزيز البنية التحتية لكرة القدم في البلاد. وتم تنظيم بطولات ومسابقات محلية ناجحة، والتي جذبت الجماهير وزادت شعبية اللعبة. كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في المغرب، والرياضة الأكثر إثارة، وقد خلق هذا علاقة خاصة جدا بين الجمهور المغربي والمنتخب الوطني. يتعلق هذا أيضا بمسابقة بوتول برو التي تجمع العديد من المؤيدين من عدة مدن. خلقت هذا المزيج من المباريات والعواطف شغفا لا مثيل له. وقد ساهم الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم في تطوير المنتخبات الوطنية وتحقيق بعض النجاحات على المستوى الدولي. حقق المنتخب المغربي نجاحا بارزا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في عام 1976، حيث توج باللقب لأول مرة في تاريخه. وتمثل المنتخب المغربي الوطني بفخر في بطولات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية. ومع ذلك، لم تكن الرحلة خالية من الانتقادات والتحديات. في السنوات الأولى، واجه الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم بعض الانتقادات بسبب قراراته الإدارية وطرق تنظيم البطولات. بعض النقاد اعتبروا أن هناك تفضيل لبعض الأندية على حساب الأخرى، وتداخل المصالح والفساد في بعض الأحيان. ولكن الاتحاد قام بإجراءات لتحسين الشفافية والعدالة في نظامه. خلال السنوات الأولى لوجود الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، تم تحقيق بعض المحطات الهامة. في عام 1956 تم قبول المغرب كعضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيف، مما أتاح للمنتخب المغربي المشاركة في المسابقات الدولية. وفي عام 1957 انضم الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، وذلك لتعزيز التعاون والمشاركة في الأنشطة الكروية على المستوى القاري. هذه كانت نظرة موسعة على تأسيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم والأحداث الرئيسية في السنوات الأولى. لقد شهدت هذه الفترة بعض الإنجازات والتحديات، ولكن بصفة عامة، الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم قام بدور هام في تطوير كرة القدم في المغرب وتعزيز شعبيتها. نأمل أن تكونوا استمتعتم بالفيديو وتعرفتم على المزيد عن تاريخ كرة القدم في المغرب. شكرا لكم على متابعتكم، ونلتقي في الفيديوهات القادمة. جزء آخر من كرة القدم المغربية ومواضيع متنوعة أخرى.